محمود خلف الصباح أحد وجهاء عشيرة الخواتنا بالهول. تركيا دولة محتلة ودولة ضد كل القوميات وضد كل الشعوب اللي تطالب حريتها. القائد أوجلان هو دينا لديهم الفكر والفلسفة من أجل النهوض بالشعوب للتحرر من أردوغان وأعوانه. شعوب الجزيرة بروجا أفا نعمل كل قوتنا من أجل خلاص القائد أوجلان من عزلته وتحريره من الأتراك المحتلين، بالمسيرات، بالمظاهرات، بالمناشدة المنظمات الإنسانية والمنظمات العالمية ومجلس الأمن اتخاذ قرار من أجل فك عزلة القائد أوجلان. أنا أدهم سلطان مختار البحر الخاتونية ناحية الهول. هذا الغزو الغاشم الذي احتل سوريا خلال 400 عام ولا زال يهيمن على المنطقة ويحتل ويشرد أبناء سوريا ويضطهد العالم ويضطهد الرفيق عبد الله أوجلان من 20 عام، وهذا الرفيق مسجون عند السجون الغاشمة التي استخدمها كلمة الذريعة أنه هذا الشعب عرفت إرهابي. أما الإرهابي الوحيد هو أردوغان الذي سيطر على العالم وشرد الشعب السوري. بهذا اليوم الأسود ندين عرفت العمل الغاشم والاحتلال التركي على هذه المعاملة للمواطن وللرفاق الشرفاء وللشعب السوري المشرد حاليا لا زال يسكن في مخيمات، وقام بنهب وسلب هذه الأراضي وهذه الممتلكات من أراضي سوريا، ويريد يعيد التاريخ نفسه على الاحتلال العثماني الذي دام 400 عام. واليوم أردوغان يجدد مخططاته ضد الشعب السوري. نكسر العزلة بجهود رفاقنا بتكاتف شعبنا عربي وسوري وسرياني. كل هذه الشعوب واقفة ومتكاتفة ضد الاحتلال، ضد الغاشم، ضد الاستعمار، ضد كل انتهازي. تركيا تريد العزلة على القائد مشان تقتل بينا كل شيء بداخلنا، كل شيء حتى القوات، حتى المكان، يعني تقتل كل شيء إنسانية، حتى العالم ما تأخذ مكاناتها، حتى تقتل الحضارات، حتى تقتل الأمجاد، حتى اللغات تقتلها. يعني تركيا تحب تتمسك بس لحالها، تريد تحتل المنطقة باسم العثمانيين، وإحنا هذا الشيء نرفضه، يعني ما نقبل العزلة على القائد أبداً. واحنا مستمرين مع القائد يعني قلبا وقالبا ضد هالفكر هذا كليته. احنا راح نكون ايد وحده، سواء حتى لو يكون القائد محله يعتبر ان احنا معاه قلبا وقالبا. يعني القائد صح هو محله بس موجود بقلوبنا، يعني القائد هو كل شيء عندنا، يعني فكره وفلسفه القائد اللي عطانا هي ودعمنا بها وعطانا المرأة حريتها. احنا صار ان شاء الله راح نكون قد هالمسؤوليه وقد هالحمل، وراح نكون شعوب واحد، ايد وحده، اخوه الشعوب وحده، يعني شمال وشرق سوريا بكل منطقه سوريا. ان شاء الله نغير هالفكر وراح نكون اقوى ضد الاحتلال التركي، راح نكسرها، نكون ايد وحده. جميع المكونات، سريان، كرد، عرب، اشوريين، كل المكونات راح نكون ايد وحده.